السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب حبايبي تكونوا بخير. الحلقة دي هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موجود من زمان، وذكر في الدين الإسلامي من زمان، بس الناس بقت تتكلم عليه اليومين دول بطريقة مختلفة وبيسمى باسم مختلف، وهو موضوع التنمر. التنمر ذكر في القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكروا كتير للناس وعلمنا ان احنا ما ينفعش ان احنا نسخر من حد، او ان احنا نذكر عيوب حد او نضايق حد بكلمة. عشان كده احنا طالعين نتكلم انا وميس منا على موضوع التنمر. يا ريت ولادنا يتعلموا ان احنا نتعلم من ديننا كويس، ونتعلم ان احنا نحافظ على بعض حتى لو بكلمة، عشان احنا لما نضايق بعض الكلمة لها تأثير كبير قوي. محدش يقول ايه يعني شتمت، ايه يعني قلت له انت طويل قوي، ايه يعني قلت له انت قصير. ده غير بقى الحاجات التانية اللي انتوا عارفينها. ممكن واحد يكون عنده عيب خلقي، او عنده يكون ذوي احتياجات، او الحاجات دي كلها الناس وصلت الجراءة بيها انها بتعاير بعض وتسخر من بعض منها. فمس منا هتقول لكم بعض حاجات برضو عن التنمر. اتفضلي مس منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة، والله يعني التنمر ده حاجة مش حلوة. التنمر هو أذى نفسي. أذى نفسي، بيأذي حتى لو هو مش بيبين قدامك، فهو بيأذيه من جوه. أيوة صح. بيعمل له حالات نفسية. صح، حالة نفسية ممكن تأثر على حياته. أيوة. ده في ناس كمان بتنتحر. أيوة. صح. ربنا يا رب يكفينا شرهم، ناس مؤذية. طبعا في ذكر في القرآن، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. مفيش حجة. ربنا سبحانه وتعالى هو ذكر في القرآن الكريم، وعلى فكرة في كذا آية بتبين التنمر، وبتبين ان انت الحاجات دي هتدخلك جهنم وبئس المصير. ان يلاقي مشكلة عند حد، او يلاقي حد بيعاني من حاجة معينة في جسمه او في حياته، والتاني يمسكها له ويذله بيها ويعايره بيها، ما يزعلش ان ربنا سبحانه وتعالى هو قايل في كتابه العزيز وكما تدين تدان. اكيد صح يا منا دلوقتي قالت كما تدين تدان. فعلا انت زي ما بتقول لغيرك هتلاقيها في حياتك. صح. عاير كده حد او اتنمر على حد، وشوف ربنا هيعمل فيك ايه. ويا سلام بقى لو انت مش عارف تعلم ولادك ومعلمهم برضو التنمر، ومعلمهم قلة القيمة دي، معلش سامحوني، يعني قلة قيمة ان انت تعلم ابنك او بنتك ان هو يتنمر على زمايله، او ان هو يضايق زمايله، او ان هو يشوف عيب عند غيره ويتكلم عليه. انت كده بتدمر ابنك كمان، بتدمر ابنك وبتدمر حياته، لانه هيشوف اللي هو بيعمله في غيره هيشوفه في نفسه. الكلمة ساعات بتقتل. البني ادم بيبقى ماشي ميت على الارض، نار كده جواه من الكلام ومن اللي انت بتعمله فيه، والاحراج اللي بتحرجهوله. فيا ريت كده ناخد بالنا كده من اللي احنا بنعمله واللي احنا بنوريه لبعضنا. يا ريت كده نبقى كويسين ونمشي بما يرضي الله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر كل شيء في القرآن، نمشي بما يرضي الله. ونشوفكم على خير ان شاء الله، احنا ومنا وكل حبايبنا في حلقات جديدة. ونقول لكم سنة سعيدة ان شاء الله، نشوفكم على خير. كل سنة وانتم طيبين يا رب. يلا مع السلامة. مع السلامة.